ازاي تعرف ان انت ستيبل؟ لما كل يوم تقولك انا هنام الساعة 12 بالليل علشان انا بابا محافظ قوي وجو سندريلا ده، وتقولك انا خلاص انا هنام عشان هما بيزعقولي في البيت لو نمتش بدري، وتكتشف الساعة 3 الفجر انها ويتنج لو اتصلت فجأة. كل يوم ويتنج كل يوم. غالبا ده ميعاد الشفت التاني. لما تبقى بتكلمك وتقولك فجأة وبشكل متكرر اقفل اقفل دلوقتي بابا دخل. لما الشات يقلب فجأة وبشكل متكرر برضو من عربي لفرانكو او من فرانكو العربي. حبيبي التاني وبيفهمش فرانكو تقريبا. احتمال والاحتمال الكبير انها تكون مظلومة، بس الاحتمال التاني 1% بس ان انت ستبن. اللي بتقرطصك مش شرط ابدا يبقى باين عليها، بالعكس الهبله المدب اللي بيتحكم عليها بالمظاهر دي غالبا بتبقى اخر واحده ممكن تعمل حد ستبن، بتبقى هبله ومدب. لكن اللي بتقرطصك بجد غالبا ما بيبانش عليها خالص، عشان كل حاجه بيبقى متخطط لها بالملي وبتبقى عارفه كويس قوي تداري وراها ازاي. طبعا اللي احنا بنتكلم عنهم دول حالات قليله جدا جدا جدا، ومش بنعمم، ومش نسبه حتى كبيره من البنات، دي نسبه قليله جدا. بس خليني احكي لك اللي بيحصل بالظبط. اول واهم استبن المحلل. الاستبن ده غالبا هي بتستخدمك بعد ما بتفركش عشان تغيظ الشخص اللي قبلك، عشان توري له قد ايه انا راح قرد جه غزال، وقد ايه انا حياتي بقت جميله من بعدك، وقد ايه انا مبسوطه. وغالبا انت هتسالني هتقولي طب وانا ذنبي ايه؟ هقولك بالعكس، انت مالكش ذنب ولا فيك عيوب ولا فيك مشكله. ده انت مشكلتك ان انت حلو قوي، مشكلتك ان انت مميز جدا، فهي اختارتك انت بالذات عشان تغيظ بيك اللي فات. ما هو انت لو معفن مثلا مش هتغيظه بيك، هي مختاره حد يؤدي المهمه العظيمه دي، فهي مختارك عشان انت حلو جدا. وعادة بتبقى ماشية تتمنظر بيك في كل حتة، وماشية تتكلم عنك وتكلم اصحابها وتقول لهم بصوا مش عارفة ايه. بس احنا برضو مش عايزين نظلم البنات، عشان زي ما بيحصل كده عشان تغيظ حد بيك، ساعات بجد بيبقى بيحصل كده عشان هي فعلا خارجة من تجربة مؤلمة او تجربة حزينة، وفرحانة بجد، فرحانة انها لقت حد كويس، فرحانة انها لقت نفسها. فبلاش برضو نحكم بالظاهر ونتسرع في الحكم، لانه التصرفات متشابهه في الحالتين، بس اللي بيفرق الاحساس، انت حاسس ايه. استبن السفر والخروجات، وده بيفسر لك حاجات كتير واسئله كتير انت ممكن تكون بتطرحها في دماغك هي دي الاجابه. ده بيفسر لك سؤال انت دايما بتطرحه، دايما تكتبه على الفيسبوك كولد: ازاي كانت مفلسه وقضت 3 شهور في الساحل؟ سبحان الله سبحان الله. ده عادة بيكون شكله حلو، بيكون مرتاح ماديا، بيكون مهتم بنفسه وبجسمه. الراجل بيقضي معظم الوقت على البحر فمهتم بنفسه، وعادة بيكون مرح وشخصيته لطيفة ولذيذ، وغالبا هي بتبقى عايز تتجوزه اصلا، بس هو عاملها استبن الشغل، عبقرينه او استاذ ممتاز الوقور. ده عادة بيبقى مديرها في الشغل او موظف مجتهد اقدم منها في الشغل. عادة بيبقى بيلبس كلاسيك ومحترم في نفسه كده وغلبان وطيب وهادي، او مدردح وعصفورة المدير. ده لزوم الامضة لو زوغت او صحيت متأخر، يداري عليها لو مخلصتش شغل او يعمل الشغل مكانها، يرقيها لو هو المدير. وده عادة بتشوفه بخروجة او بخروجتين كده في جنينة مول على جنب، وبتراضيه بقلب ازرق في الشات. استبن الحب. سمعتي ألبوم إليسا الجديد؟ بيتين الشعر دول شبهك قوي، انتي بجد حلوة قوي، انتي اصلا اتخلقتي عشان تبقي ملاك. كل كلام الحب والحبشتكنات دي بقى هو اللي بيبقى مسؤول عنها في حياتها، وغالبا ده بيبقى في اوقات فراغها، عندها بريك من حاجة، راجعة من سفرية، راجعة من خروجة، عندها مشاكل في الشغل، بتكلمه عشان يديها جرعة رومانسية في يومها القاسي، او بريك بين حاجة وحاجة بتعملها. وده عادة مش بتقابله كتير اصلا، لانه غارق في الرومانسية وما يقدرش يكون موجود في حياتها بشكل حقيقي، ما يقدرش يعمل اي حاجه غير انه يملى لها الفراغ العاطفي على التليفون. وعاده بتتلكك له كل شويه بين الفتره والتانيه، بتتلكك له على اي حاجه قالها عشان هي عامله نفسها حساسه معاه زي ما هو حساس، فبتتلكك له عشان تعرف تقطع معاه اسبوع كل شويه كده 3 ايام عشان بيبقى وراها حاجات تانيه. استبن الجواز. ده بتديه بقى من اسطوانه ثواني يا حبيبي هقوم اصلي العصر، ثانيه واحده. بصي صور البيبيهات دول كيوت قوي. بفكر اعمل بيت الزوجيه الترا مودرن، ماما جابت لي 9 اطباق جديده في جهازي. جوز بنت خالتي خلف ولد، انت عايز تخلف ايه؟ وده عاده بيكون قريبها او جارها او قريبها اللي في الخليج، او شخص شاب مستقر يعرف العيله بشكل ما وفوق المتوسط وعنده شقه وجاهز.
دي طبعا بعض انواع الاستبنات، في انواع تانية كتير بس هي دي الانواع اللي يعني الاغلب. وعايزه اقولك ما تزعلش، مفيش حد كبير على انه يبقى استبن. لو حسيت ان انت استبن اخلع، مش معنى ان انت استبن ان انت انسان وحش، هي اللي وحشه وهي اللي هتبقى خسرتك لما تعرف قيمتك وتركز. لان مفيش حد طول الحياه ماشي عايش كده يلطش في الدنيا، اكيد هيجي عليها وقت وتقعد تفكر هي عملت ايه وحصل ايه. وصدقني لو واحده عملتك استبن هتلاقي واحد يعملها استبن، انت مش محتاج تنتقم خالص، سيب الدنيا هي اللي تنتقم. واهم حاجه لما تحب بعد كده، بعد ما كنت استبن المره اللي فاتت، ما تخليش التجربه دي تاثر عليك وتخليك شكاك في حد كويس. هتسالني طب ليه بنت ممكن تعملك استبن؟ يعني هي بيبقى دوافعها ايه او بتفكر في ايه؟ قد تكون انسانه وحشه، هنعمل ايه، ربنا خلق ناس حلوه وناس وحشه. وقد تكون هي مظلومه او هي مش عايزه تبقى وحشه او مش قاصده تبقى وحشه، بس اتصرفت التصرف الغلط جدا ده علشان هي خايفه او مضغوطه او حاسه ان هي لازم تتجوز او لازم تلحق تعمل حاجات معينه في الحياه في وقت معين. وهي حاسه انه كل الرجاله مش صادقه في وعودها بتاعه الجواز، او هي لو حد قال لها هتجوزك وهاجي اخطبك مش هيبقى صادق معاها، وبتعمل نوع من انواع اللي هو استبن بجد، اللي هو يا ترى مين فيهم هيتجوزني او مين فيهم هيصدق في كلمته. حاجه زي كده، او بتكون اتلعب بيها كتير، يعني ناس كتير كدبت عليها، فهي حاسه ان هي زي ما تكون بترد ده للناس. حاله نفسيه هتتعالج هتبقى كويسه، او ما تتعالجش لنفسها هتاذي نفسها في الاخر. بس انت لو لقيت نفسك استبن اخلع. طبعا في فرق بين البنت اللي بتعمل ناس استبن والبنت اللي بتختار من كذا عريس او من كذا فرصه قدامها. ايه الفرق بين انه يبقى في قدامها كذا حد مناسب ليها وهي تختار؟ انها ما بتبقاش معشمه حد بحاجه، ما بتبقاش قايله لحد بحبك، ما بتبقاش واعده حد بحاجه، ما بتبقاش بتمثل على حد ان هي معاه هو بس او بتحبه هو بس او مخلصه ليه هو بس. لا، بتبقى صريحه جدا من الاول وتقول انا لسه مش متاكده من مشاعري وانا بختار وبشوف مين مناسب ليا اكتر. لانه مش عيب ابدا ان احنا نختار من كذا حد. افرض متقدم لها 5-6 عرسان، البنت حلوه مثلا زياده فمتقدم لها كذا حد، من حقها تختار منهم، من حقها تطلب من اهلها انها تقعد مع كذا حد منهم، تشوفه مثلا مره مرتين عشان تشوف بيتكلم ازاي، تشوف مناسب ليها ولا لا، تشوف بخيل ولا مش بخيل. امال احنا هنختار ازاي لو معرفناش الناس؟ فهي من حقها تعرف كذا حد، بس بشكل محدد وبشكل واضح وصريح ان هي بتختار وان هي مش معشمه حد بحاجه. اللي بتعمل حد استبني دي بتخبي عليه ان في الباقي، بتخبي عليه ان هي بتختار اصلا، هي بتعشمه وبتستغل ان هو مصدقها.